السلام عليكم خوتي ومرحبا بكم في الحلقه 12 من مسلسل الى داق الحال. ما تنساوش عفاكم كيف ما ديما ديروا لايك، اللايكات ديالكم كيعلموا لنا بزاف، داكشي علاش نحاولوا نوصلوا هذا الفيديو ل 200 لايك. شجعونا في التعليقات، الاراء ديالكم كيهموني بزاف حتى هما. نبداو في هذه الحلقه. بالنسبه لهذه الحلقه غنكتشفوا شكون هي وحده في العيالات ديال النعمه اللي مشات ودوات مع مدام غزالي وعلماتها بنهار الخطوبه، حيت كما كنعرفوا باللي مدام غزالي باش كان عطاها عبد العالي الشيك لحو عليها وعطاها حتى الاستقاله ديالو. تما هي كانت عرفات بلي ديك نعمه اللي صونات عليه باللي كيبغيها وبيناتهم شي حاجه، وداك الشيء علاش ملي عرف البلان ماشي هو هذاك مشى لعندها ودار هذا الفعل هذا. فمن تما وهي كتقلب على امتى تقدر تظهر في حياته من جديد وتخسر ليه العلاقه ديالو مع ديك السيده. فهنايا فين غادي نشوفوا بزاف ديال الاحداث غادي يطراو ما بين عبد العالي ومدام غزالي اللي كتحاول دير ما امكن باش تبعدوا من نعمه. اما بالنسبه لفرح فغادي نكتشفوا باللي دوك الفلوس اللي كانت خداتهم على قبل ولدها اللي باعته، فهنا غنشوفوا بالنسبه للنعمه غادا تلقى دوك الفلوس في البلاصه اللي كتبات فيها فرح، وغير بالصدفه حيت هنايا نعمه ما كانتش كتقلب حيت شكات في فرح، ولكن غير بالصدفه بانوا ليها دوك الفلوس تما. وهنا فين غادي نشوفوا باللي بصح فرح في هاد الوقيته هذه غتكون صوفات راسها مع الكوافير ولات علاقه بيناتهم، وما جات فين تلقى دوك فلوس حتى اصلا غادي الكوافير هو اللي غادي يعيشوا بدوك الفلوس، وغادي يحاولوا انهم يستقروا بهم ويكبروا المشروع ديال الحلاقه. فمازال هنا في هاد الاثناء هادو غادي نشوفوا بلي هاد الكوافير هادو غادي يطلع راجل وغادي يوقف معاها ديال بصح، لدرجه غادي يديروا خطه كيفاش غادي يديروا تياخذوا الدري ديالها من عند كريم وعفاف بواحد الطريقه شيطانيه ديال بصح اللي غادي نكتشفوها ان شاء الله في الحلقات المقبله. اما بالنسبه لكريم مازال غادي نكتشفوه من بعد ما غادي يعرف باللي فرح دارت علاقه مع شخص واحد اخر، وهنا قبل ما تدي لهم البيبي، فهنا هو بدات كتجيه الغيره وبدا كيحس براسو ما قادرش يكونترولي لي جيست اللي كيدير، خصوصا وانه كيبغي هاد بصح غير العلاقه ديالو مع مرته وهاد الحياه اللي عايشها هو ولف عليها بزاف وما قدرش انه يطبقها على مرته ويتزوج فرح بالسيف عليها. فهنا فين غادي نشوفوا كريم غادي يخرج على السيطره ديالو، ما غيبقاش كريم اللي كنا كنعرفوه اللي كيسمع العفاف وغير بودينه واي حاجه قالتها ليه كيديرها. فلا هنايا غتولي فيما كتهضر مع عفاف يبدا يغوت عليها يقول لها انت اللي وصلتينا لهاد المواصله هادي، انت اللي بغيتينا نوصلوا لهاد الشيء، انا ماشي شغلي، انا ودي ما غنفرطش فيه ما غنسكتش عليه، وانت هي اللي في جهدك ديري. فهنا فين غادي نشوفوا بصح ان عفاف غتزيد تأزم القضيه ديال اكثر، ومازال غنشوفوا باللي عفاف ملي غادا غتخسر غادا تعاود لدارهم الحقيقه كامله وغتقول لهم هادشي كامل قدر يديروا ولدكم باش يجيب ليه الولد وما قدرش يتزوج عليا، وغادي تبينوا باللي هو شماته وماشي راجل وبزاف ديال الحوايج اخرين. فمازال غادي نشوفوا باللي غادي تواجه كريم مع الكوافير حيت الكوافير كيبغي فرح بزاف، وغادي هي مع عودات ليه باللي هذاك راه ماشي راجل، هي كيوعدها وهذا غادي عاوتاني يسبوا وغادي يعايروا. وهنايا بصح كريم غيبقى غير ساكت ليه ما يلقى حتى شي جهد، حيت الجهد اللي خاصو يكون عنده هي كون فرح كانت معاه في الخط وباغيه تكون معاه، ولكن هي باغيه تكون مع الكوافير. مازال غادي نشوفوا باللي زينب والمعاناة اللي كتعاني مع سعاد، حيت كل مرة كتغوت عليها كتقول لها بعدي من الراجل انت راه شتك بحال ما تبدا تخشي لها الهضره بانك راك حيت ماشي هي زوينه وصغيره راك غادي تدي ليا راجلي راه في اي لحظه نقدر نردك فين كنتي. وهنا زينب غير ساكته. واحد الوقيته غادي نشوفوا باللي بصح زينب ما رضاتش وما بغاتش تبقى مكمله معاها في ديك الخدمه وغادا تمشي لعند نعمه ملي غادي تسمع الخبار غادي تخليها عندها وتبقى مجلسه عندها، وغادي تجي الوقيته اللي غادي يجي فيها بدر اليعقوبي حتى للدار ديال النعمه باش يشوف زينب. ونعمه غادا تقرص بزاف وتفكرات داك البلان اللي كان طرا، ولكن هنايا زينب تحاول تتعامل مع الوضع بواحد الطريقه في شكل اللي هو غادا تخاصم على بدر وتقول لي سير في حالك بعد مني هذا. هنا هو منين غادي يخرج غادا تتبعو، ومنين غادا تتبعو غادا تجيه من الاخر وتقول ليه باللي راه هاد البلاصه هادي منين الا هضرت معاك هنايا كنحس براسي ماشي هي هذيك، يلا نمشيو لبلاصه اخرى وندويو في خاطرنا. بالفعل غنكتشفوا بانه غادي يحاول يلقى لها الحل باش انها تكري في شي اوطيل بيد ما قلبت على خدمه وتستقر اكثر وهذا. ولكن في هذا الاثناء هادو غادي نشوفوا باللي لتاني مره غادي تصادفوا مع الاب ديالها اللي هو بوشعيب.
بوشعيب غادي يجيها من الاخر وغادي يعاود ليها على الممتلكات اللي خلى الزوج ديالها وكل شيء، باش انها تمشي تاخذ دوك الفلوس، وراه دوك الفلوس راه من حقها تاخذهم وتكمل في دوك المشاريع. فهنايا غادا تمشي هي تقلب باش تتاكد من هاد الاخبار هادي، بالفعل غتلقى داك الخبر صحيح. وهنا فين غادا تمشي هي عند نعمه وتقول لها كل شيء. نعمه تقول لها شنو مطلوب مني انا؟ تقول لها ما كرهتكش تكوني معايا الشريكه ديالي في هادشي، باش على الاقل انت غادي تعرفي كيفاش ديري هادشي، ماشي بحالي انا اللي ما عارفاش. هنا تقول لها يهديك الله، انا كنعتبرك بحال اختي وما نقدرش انني نستغلك ولا نضحك عليك ولا هذا، بالعكس الا بغيتيني شي استشاره ولا شي حاجه مرحبا، اما هذا الشيء هذا غير فيني. فهنا فين غادي تزيد تكبر نعمه في العينين ديال زينب وغادي تحترمها بزاف. ومازال غادي نشوفوا باللي الاب ديال زينب غادي من بعد ما غيعرفها مشات لعند المحامي وعرفات باللي راه الممتلكات ديالها، غيولي يدور بها وغادي يولي يقول لها بنتي اجي نخدمو اجي نصاوبو اجي نديرو، انا عندي واحد الفكره ندير واحد المشروع هذا. هنا هي كتقول ليه واخا واخا، ولكن في الاخير ما غدير ليه والو. هو ملي غادي يعرفها بلي راه غير كتنظ عليه ودايره ليه خاطر وصافي، هنا فين غادي يجهل عليها واحد النهار وغادي يبغي يديها صحه للعروبيه. شكون اللي غيتدخل في هذه اللحظه؟ غادي نكتشفوا بانه طه هو اللي غيتدخل، حيت طه بقى مراقبها من البعيد، واخا مريض وهذا كيدير راسو بانه غادي يخرج يجيب شي دويره، ولكن هو كان كيراقب في زينب. مازال غادي نكتشفوا في الاخير بانه غادي يبغي ترجع عاوتاني داويه وهذا، ويقول لي راه سعاد دويت معها وما غاداش تتعامل معها كيف كانت قبل. هنا غادي تقول ليه بلي راه عندها ممتلكات دابا وبلي راه خاصها تقابلهم، غادي يدعي معاها وكل شيء، ولكن يقول لها بصراحه انت تلاقي تكون انك ديري شي خدمه اللي تحسي بها اكثر، انت بيانيست كتعزفي مزيان، شوفي لك شي حاجه اللي تقدري ديريها باحساسك، الاحساس ديالك تيوصل نيشان للقلب. هنا هاد الهضره ما غاديش تنساها، خصوصا اننا غنسمعوا هضره اخرى من بعد على طه وفي الحلقات الماجين بلا ما نحرقوا الاحداث من دابا. مازال غادي نشوفوا باللي هذيك المناجر ديال بدر اليعقوبي غتبقى دير المستحيل باش ان تبان زينب في عينين بدر خايبه، ومازال غادي نشوفوا باللي بزاف ديال الحوايج غادي ديرهم اللي غادي يكونوا باينين واضحين بالنسبه لبدر، باش يستنتج باللي هذيك البنت فيها الغيره وكتحس براسها باللي هي اللي باغت تكون في بلاصه زينب، ولكن هو بغى غير زينب. فغادي يبدا يجيها من الاخر وغيبدا يقصح معها الهضره، حتى من حياته الشخصيه ما يبقاش يبارطاجيها معها، وحياته مع زينب غادي يخليها منه ليها. فهنا فين غادي تزيد تسعر بزاف كتر وغادي تبغي توضع لهم الحد ليهم بجوج. ومازال غادي نشوفوا في الاحداث اللي جايين بانه زينب غادا تبدل، ما بتقاش زينب اللي كانت شحال هادي من بعد ما عاشت في المدينه وعرفات الدنيا كيفاش دايره، وعرفات حتى طه كيفاش كان كيتعامل معاها، وهاد الناس هادو كاملين ما بغاتش ترجع لزينب القديمه، حيت زينب القديمه كان كيحقر عليها باها وكانت صابره وعايشه، ولكن دابا لا. مازال غادي نكتشفوا في الحلقات الماجيين بزاف ديال الاحداث اخرين اللي غامضين، وغادي تفكوا الاسرار ديال بزاف ديال الخيوط، منهم الظهور المفاجئ ديال المختار. ومازال غادي نكتشفوا حتى من نعمه غادي يبانوا اسرار ديالها وغادا تفضح قدام العائلات اللي كاينين تما، حيت السر ديالها غادا تعرفوا بحريه. فهادشي اللي كاين بالنسبه لهاد الحلقه. نتلاقاو ان شاء الله في حلقات الماجين، ديروا لايك تابوناو وشجعونا في التعليقات. بسلامه.